اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزه اقول لك ان الفيديو ده سوبر توفير بجد. انا عايزه اقول لك ان انا عملت ما شاء الله الصينيه دي كلها، وكمان عملت كيسين مخزناهم قد الكميه دي مرتين ما شاء الله، مخزناهم في الفريزر. انا لو قلت لك ان الكميه دي معموله ب 350 جرام من اللحمه والله ما هتصدقيني. الناس اللي ما بتحبش تزود حاجات على اللحمه ما تكملش الفيديو. الناس اللي زي حالاتي كده وبتحب تظبط كده وتدبر وتمشي حالها تيجي تشوف التوفير اللي انا عملته. بص يا ست الكل، كل اللي انا جبته 350 جرام من اللحمه اهو تمام زي ما انتم شايفين كده قدامكم. فردتها، كمان حطيت التوابل اللي انا هقولك عليها دلوقتي، اللي هي توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح وفلفل اسود، وكمان بهارات اللحمه، بهارات فراخ، بهارات الكفته. وكمان يا ست الكل حطيت وحدتين ماجي وملح، وظبطي دنيتك اللي عندك ما تحطوش مفيش مشكله. وبعد كده جبت بصلتين حلوين كده وسط وفرمتهم ونزلتهم عليهم. وبعد كده يا ست الكل حطيت كوبايه من البرغل نقعاها كويس جدا ومصفياها كويس جدا. النص كوبايه دي بعد النقع بتبقى كوبايه تمام، يعني انت تاخدي من كيس كده نص كوبايه تنقعيها هتنفش معاكي وما شاء الله تبقى كوبايه. وبعد كده حطيت بيضايه وقلب قلب قلب بقى ودعك يا معلم. وكمان كيس فيجيتار ومعلقه صغيره مليانه يعني من البيكنج باودر، وحطيت 4 معالق من النشا، وكمان هنحط تاني نشا بس اصبروا عليا. ايه دول 4 معالق من النشا. وهنا نص فلفلايه حمرا ونص فلفلايه خضر. عندك خضر بس تمام، عندك حمرا بس مفيش مشكله تمام. وقلبي بقى كده ده كله في بعضه واديها لفه بقى، سمغيها في الكبه يا ست الكل تمام يا ست الكل. حلو كده حلو كده، اديها بقى لفه حلوه كده. هنا بقى عملتها على جزئين طبعا عشان الكبه ما شاء الله رمت معايا يعني كميه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهو يا ست الكل. هنا بقى حطيت 3 معالق من النشا تانيين، لقيتها كده ايه ان هي سايله شويه. حطيت 4 معالق، يعني الاول حطيت 4 معالق وبعد كده 3 معالق من النشا. وحطيت كيس فيجيتار، الكيس ده يا جماعه ب5 جنيه. انا حطيت في الكميه دي كيسين فيجيتار. حلو يا ست الكل حلو يا ست الكل. بس كده ده كل اللي انا عملته يا ست الكل. تقدري لو اللحمه بتاعتك مش مدهننه يعني ما فيهاش دهن كتير تقدري تحطي معلقتين زيت معلقتين سمنه مفيش مشكله يا ست الكل. هنا بقى تجيبي صينيه حطي فيها دقيق، وبعد كده تجيبي كوبايه ميه او طبق ميه يعني، واقعدي بقى كوري كده اللي عايزه تكور صغيره. شفتي الناس اللي هي بتاعت السمين والناس اللي هي بتاعت السمين دي اللي بتبقى اللي هي مطاعم اللي هي بتاعت الحلويات، والناس اللي بتقف بعربيه دي بتبقى الكوره بتاعتها صغيره كده على قد اللقمه، واخدين بالكم اهي. بص بقى ما شاء الله خدت بقى الصينيه على الانتريه واديها بقى ادي، وخلصت ما شاء الله الكميه دي صينيتين. وبعد كده حطيتهم في الفريزر، واول ما اتجمدوا حطيتهم في اكياس زي ما انت شايفه. عملوا معايا 3 كيسين وطبق، يعني 3 اكياس يعتبر. هنا بقى لو انت عملتيهم هم مفكوكين مش هتعرفي هيمسكوا في بعض، لكن لازم تفرزيهم وبعد كده ايه تحطهم في الاكياس. هنا بقى بيني وبينك تاني يوم بقى يا ست الكل عملت بقى جربت الغدا هعمل لكم منها اكله حلوه. بص بقى في معلقتين 3 زيت واديها بقى. بصي ما تقعديش تقلبي فيها كتير وما تحطيش المعلقه فيها كتير، لان طبعا ايه بتبقى وحطيها هي وهي مجمده نزليها في الزيت والسخن وهي مجمده، وسيبيها تاخد تشويحه وتقومي ايه تحركيها كده زي ما انا بعمل كده بايدي الطاسه. تقعديش تقلبي فيها كتير كده. اول ما خلاص خدت وش بقى كده من الجناب واللي حواليها كده ما شاء الله، نزلي بقى بصله بصلتين براحتك انت بقى. كميه البصل والخضار دي بتاعتك انت، مش عايزه تحطي براحتك. هنا حطيت كان عندي بقى بصل فلفل احمر واخضر واصفر متفرزين، حطيت برضو حطي الكميه اللي انت عايزاها مفيش مشكله. وكمان حطيت يا ست الكل برضو طماطم كنت مفرزاها، كان معايا عندي شرايح كده طماطم حطيتها برضو ساحت ما شاء الله كده ودبلت كده في الاكله وما بانتش اساسا. ومعلقه واحده من الصلصه. وظبطي طبعا ملحك بقى طبعا عشان الخضار، ظبطي ملحك حطي سنه ملح سنه فلفل اسود الدنيا دي كلها. بصي بقى كل على الجمال والحلاوه والقمر. انا هفتح مطعم تحت البيت هفتح مش مطعم عربيه تحت البيت. انا هاخدهم وعلى راي اللي بيقولها هاخدهم واقف قدام الباب ايه ابيعهم. بص بقى يا ست الكل ايه عامله نفسي ان انا واقفه كده بعمل سندوتشات للعيال ولجوزي وهقف على العربيه بعد كده ناصلها بس حزمه جرجير وزي الفل. عايزه اقول لك الطعم كان خطير، انا عن نفسي والله انبهرت بجد. يعني الاكله كانت جميله وما شاء الله موفره بسم الله ما شاء الله. 350 يا جماعه من اللحمه، ازودي عليها الحاجات اللي انا قلتها لك ما شاء الله بتعمل كميه بتزود، والطعم حلو جدا جدا واللحمه باينه ما شاء الله وزي الفل. بالف هنا وشفا. وانا متشكره جدا على الدعوات الحلوه يا جماعه اللي بتدعوا لي عشان المشكله بتاعتي تتحل. اله ربنا يبارك لكم ويا رب يسمع منكم ويتقبل منكم باذن الله والمشكله بتاعتي تتحل. وانا متشكره قوي ليكم تعليقاتكم القمر اللي بتبسطني بجد. انتوا يعني كنز في حياتي الحمد لله والله، يعني كفايه بس دعواتكم. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي يا رب. بجد انا مبسوطه بيكم جدا. وكمان شويه طحينه كده زي القمر بالف هنا وشفا. ويعني بجد مش عارفه اقول لكم قد ايه انا مبسوطه بالتفاعل بتاعكم.
ما شاء الله. بألف هنا وشفا، وجربيها بقى وادعيلي بألف هنا وشفا.